إذن كيف تهرب إيران الأموال من العراق؟ يبدو أن وراء كل دولار يغادر سوق المال العراقية مخططا كبيرا تقوده أساسا سفارة طهران في بغداد بحسب موقع إيران انترناشونال. هذه التفاصيل. إذن الموقع الإيراني المعارض يكشف أن بداية عملية تهريب الأموال تبدأ من المدير المالي للوحدة 400 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي يدعى محمد تجنجاري، والذي يقوم بإيداع المبلغ المطلوب تحويله في حساب هذه الوحدة بفرع آقا ببائي لبنك الأنصار على طريق يسمى البسيج السريع في العاصمة الإيرانية طهران. لتنتقل العملية إلى العراق، والذي يدير الشبكة فيه محمود حسني زادة أحد النشطاء القدامى في فيلق القدس، يساعده بذلك مواطنين عراقيين مهمتهما شراء الدولارات من مكاتب الصرافة في العراق بأي سعر. تصل بعد ذلك الأموال إلى الذراع الميداني لتجنجاري في العراق، وهو مصطفى باكباطن، موظف في سفارة إيران وعضو في فيلق القدس، الذي يتلقى الدولارات بعد إصدار شهادة إيداع أموال في طهران، والتي حصلت إيران انترناشونال على واحدة منها تابعة لأحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلق القدس، ويدعى حسين أسينا. التقرير أكد أيضا أن الحرس الثوري وظف عناصر تابعة له في سفارة النظام الإيراني في العراق للاحتيال على النظام المصرفي العراقي، ومنهم السفير الإيراني السابق في العراق إيرج مسجدي، وهو أيضا قائد في الحرس الثوري الإيراني ومدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، والذي تم التوثيق في أثناء عمله كسفير إيداع أكثر من 60 مليار دينار عراقي من أسهم شركات الطاقة الإيرانية في حساب السفارة الإيرانية في بنك عراقي كنفقات للسفارة، لكن انتهى بها الأمر في أيدي عناصر فيلق القدس. التقرير أشار إلى ضلوع سفير إيران الحالي محمد قادم الصادق في عمليات تهريب الأموال، والذي كان من قادة فيلق القدس ومقربا من قاسم سليماني. وبحسب إيران انترناشونال، فإن شبكة السفارة الإيرانية في العراق المتورطة في تهريب الدولارات تضم غلام رضا عبد الحسين أبا ذري، المستشار الثقافي لسفارة إيران.